تعليق كابتن محمد أبو تريكة على نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وتعليقه على المباراة وعن المدرب يستروب ومدرب الزمالك أحمد عبد الرؤوف، حيث قال تريكة تصريح مهم جدا جدا، حيث قال في حوار صحفي سابق ليستروب متحدثا عن فلسفته التدريبية، قال: أنا لا أتي إلى فريق لأملي عليه كيف يجب أن يلعب، بل أنظر إلى الخصائص الموجودة في التشكيلة وأعمل على ابتكار النظام الذي يناسبها بأفضل شكل ممكن. وأعتقد أن أي مدرب يحترم نفسه يجب أن يتبع هذا النهج. ده ببساطة اللي بيعمله يستروب مع الأهلي حاليا، وبيظهر من ماتش للتاني. أوقات بيكون غير موفق في التشكيل أو تغيير أو ثقته في لاعب لا يستحق الفرصة، ولكن المؤكد أن كل ده جزء من محاولات مدرب للوصول للشكل اللي بيناسب الأدوات اللي معاه وهو في نص موسم بدون فترة إعداد أو اختيار صفقات. وبالمناسبة دي المدرسة اللي على النقيض تماما من مدرب زي ريبيرو الذي لا يمتلك المرونة. عشان كده تحقيق السوبر مهم جدا ليستروب، وهيكون نقطة فارقة في مسيرته لو قدر يحققه، لأن هيدي ليه ثقة أكبر وقدرة أكبر على تنفيذ أفكاره وهو في وضع أقل ضغوطا، وهيبقى الجمهور معاه. ده هيواجه مغامرة من مدرب اسمه أحمد عبد الرؤوف، وتجربة فيها من الطموح والشغف والحلم اللي عند مدرب جه من بعيد قوي يخليك تحترم ده وتخاف من السيناريو وتتعامل بمنتهى الجدية. أحمد عبد الرؤوف هيسيب ليستروب الكرة وهيتعامل كملاكم، هيفضل في وضعية دفاعية وبيحاول يتصدى للضربات في انتظار اللحظة اللي هتكشف فيها وشك علشان يقابلك بالبنية اللي تخلص الماتش اللي صالحه. احنا في مواجهة ده محتاجين واحدة من اهم افكار يستروب، وهي انك لو قررت تسيب له الكورة هو لا يهدر وقت في الاستحواذ السلبي، انما بيعتمد على الهجوم المباشر، وبالتالي هيخلق فرص كتير. يستروب في مقابلة صحفية قال: أنا مدرب يتمتع بعقلية هجومية، يجب أن يكون أسلوبنا في الملعب هجوميا مباشر مفعما بالطاقة، ويجب أن يتحقق ذلك سواء كنا نملك الكرة أم لا. وهنا نجاح استغلال يستروب، لأن الكرة معانا وتحويل ده لهجوم مباشر مرتبط بجودتكم انتم وتركيزكم انتم في انهاء الهجمات. استغلال الفرص بيساوي انك تسجل بدري، وبالتالي هتنهار كل افكار احمد عبد الرؤوف، وعلى العكس اهدار الفرص هيدخل الزمالك في الجيم تدريجيا وهيمرر سيناريو عبد الرؤوف، اما بالتسجيل من مرتدة او الوصول لركلات الترجيح انا واثق ان يستروب بكره هيوصل الفريق لمرمى الزمالك بشكل منظم زي ما بيعمل طوال مسيرته. الدور عندكم انتم في تحويل ده لاهداف، لانه زي ما يستروب قال مؤخرا كرة القدم ليست في صناعة الفرص فقط بل في تحويلها لأهداف، وهذا اللي ناقص لعيبة الأهلي.